تخيل معايا واحد النهار ولو عندك بزاف الفلوس، وليتي ناجح مشهور وعايش الحياه اللي كنتي من ديما كتحلم بها. غالبا غادي تقول غادي نكون مرتاح فرحان وراضي على راسي، ولكن واش بالضروره؟ نقدر نقول لك لا، حيت الظاهره كنشوفها بزاف في هوليوود. ناس عاديين كيديروا فيلم ناجح ولا مسلسل مشهور فكيطلعوا فجاه الشهره، وفي وقت قصير كيولي عندهم الفلوس النجاح والحياه اللي كلشي كيحسدهم عليها. ولكن من بعد واحد السنين بدل ما يحسوا بالاكتفاء كيبداو يحسوا بالفراغ. كاين حتى اللي كيطيح في الاكتئاب، وكأن داكشي اللي كان خصو يعمر حياتهم ما عمر حتى شي حاجه، بل بالعكس زادهم تعاسه. باش نفهموا هاد المعضله اكثر بغيت نهضر لكم على سلسله سميتها بوجاك هورسمان، سلسله انيميتد امريكيه كتحكي على ممثل كان نجم معروف في التسعينات، عنده كل شيء، فلوس، شهره، نجاح، ولكن في الواقع هو انسان تعيس كيعاني من الادمان ومن بزاف ديال الاضطرابات النفسيه. سلسله دارك هيومر كتضحكك، ولكن في نفس الوقت تقدر دير لك كريز اكزيستونسيال وتخليك تطرح اسئله وجوديه، حيت هي ماشي غير قصه على واحد الشخصيه، هي مرآة كتعكس بزاف ديال الصراعات اللي كنعيشوها كاملين. اذا السؤال اللي بغينا نجاوب عليه اليوم هو واش الفلوس والنجاح كيعطيو معنى للحياه؟ الا كان الجواب اذا خاص شخصيات بحال بوجاك يكونوا في قمه السعاده، ولكن الواقع كيقول العكس تماما. اذا واش المشكل في هاد الناس ولا في الحياه بحد ذاتها؟ ولا يمكن المشكل ماشي في حتى واحد فيهم ولكن في التوقعات ديالنا، حيت يمكن كنقلبوا على حاجه الحياه اصلا ما فيهاش. وهادشي اللي كيرجعنا لسؤال واش اصلا الحياه عندها معنى. هاد الاسئله ماشي جديده، بزاف ديال الفلاسفه حاولوا يجاوبوا عليها من قبل، وكاين 3 ديال التوجهات كبار: العدميه، العبثيه والوجوديه. واليوم غادي نركزوا على واحد منهم اللي هو العبثيه. اهم واشهر واحد في هذا المذهب هو ألبير كامو. ألبير كامو كيقول بان كاين واحد التصادم كبير ما بين الانسان اللي باغي معنى للحياه والعالم اللي ما كيعطيه حتى جواب. كنسولوا علاش كنعيشوا وشنو الهدف، ولكن الحياه كتجاوبنا بالصمت. وهذا التصادم سماه بالعبث، ومن هنا كتبان الازمه الوجوديه، حيت كنسولوا ما كنلقاوش جواب. اذا شنو الحل؟ واش هو الاستسلام؟ كاميو كيقول لا، الحل ماشي هو الاستسلام ولكن التمرد. التمرد هنا ماشي هو انك ترفض الحياه، ولكن انك تعترف انها بلا معنى وفي نفس الوقت تعيشها رغم انك عارف ان ما كاين حتى جواب كبير كيتسناك. وقبول هذا العبث هو اول خطوه نحو الحريه. الحريه هي انك تعيش وانت عارف الحقيقه ومع ذلك تكمل. باش نفهموا هذه الفكره اكثر كانوا يعطينا مثال ديال اسطوره سيزيف. سيزيف كان ملك في الميثولوجيا الاغريقيه، كان معروف بالذكاء ديالو ولكن حتى بالخداع ديالو. الالهه قرروا انهم يحكموا عليه يدفع واحد الصخره كبيره لقمه الجبل، وكل مره يقرب يوصل للقمه كطيح وعاود يرجع من الاول الى ما لا نهايه. تخيل معايا كل نهار كتطلع لنفس الجبل، كتدفع نفس الحجره، وكتعرف بمجرد انك ما تقرب توصل للقمه غادي تطيح ويخصك تعاود عاوتاني الى الابد. من برا هادشي كيبان غير عذاب بلا معنى، ولكن كاميو قال one must imagine Sisyphus happy. خصنا نتخيلوا ان سيزيف كان سعيد. علاش؟ حيت بالنسبه لكاميو سيزيف ولا واعي بالحقيقه، تقبلها وعرف انه ما كاين حتى شي نهايه وما كاين حتى شي مخرج، ومع ذلك كل نهار كيكمل وكيدفع نفس الحجره، وهنا ولا حر. كاميو ما عطاناش هاد الفكره غير باش يعاود لنا قصه، ولكن باش يورينا حياتنا، حيت بطريقه ما حتى حنا سيزيف كنعيشوا في نفس الدائره. مثلا كنقلبوا على هدف كنوصلوا ليه، كيخصنا نقلبوا على هدف جديد ونعاودوا نديروا نفس المجهود الى ما لا نهايه. بالنسبه لكامل المشكل ماشي في هذا التكرار بحد ذاته، ولكن في العلاقات ديالنا معاه، واش كنقبلوه بوعي ولا كنقاوموه. حيت بالنسبه ليه في اللحظه فاش كتوعى بالعبث وكتختار تكمل مع ذلك، هنا فاش كتولي حر. ولكن بالحياه الحقيقيه قبول هذه الفكره ماشي سهل، حيت ملي كتفهم ان الحياه ما عندهاش معنى يمكن حتى كتولي اخطر، حيت ما كيبقاش حتى سبب واضح تعيش من اجله. يمكن تخليك تحس بالفراغ، تفقد الاتجاه، او حتى تفقد الرغبه انك تعيش. اذا السؤال الحقيقي ماشي غير واش الحياه عندها معنى، ولكن حتى الا كان فعلا ما كاين حتى معنى كيفاش خاص الانسان يعيش. وهنا نرجعوا لبوجاك هورسمان، حيت هذه السلسله كتورينا كيفاش الناس مختلفين كيتعاملوا مع العبث. بوجاك واحد الانسان اللي ما قدرش يقبل ان الحياه ممكن تكون بلا معنى، كيحاول يعمر الفراغ ديالو بكل شيء: الشهره، العلاقات، النجاح، الفلوس، الادمان، ولكن كل مره كيرجع لنفس النقطه، ان الفراغ باقي. وهنا السلسله كتورينا كيفاش يبقى يتعامل مع هذا الفراغ ويحاول يلقى ليه حل. You're just going to get older and harder and more alone. And you're going to do everything you can to fill that hole with friends and your career and meaningless sex. But the hole doesn't get filled. And one day, you're going to look around and you're going to realize that everybody loves you, but nobody likes you. And that is the loneliest feeling in the world. دايان صحفيه وكاتبه، شخصيه كتفكر بزاف وكتحلل كلشي، ولكن كتجسد واحد الفكره مختلفه على بوجاك. كانت كتظن ان الالم ديالها خاصو يكون عنده معنى، ان المعاناه خاصها تولد شي حاجه كبيره، ولكن مع الوقت كتكتشف ان حتى الالم
ممكن يكون بلا معنى. What's the point? Of antidepressants, I believe the point is to be anti-depressed. Sure, or you just flip over the nothing and underneath there's more nothing. Then you flip over that nothing and there's more nothing underneath that. So you just keep flipping over nothings all your life because you keep thinking under all that nothing, there's got to be something, but all you find is nothing. برنسيس كارولاين وكيلة أعمال ديال بولتشاك ديما غارقة في الخدمة والمسؤوليات، ما كتقلبش على معنى كبير وما كتوقعش اصلا بزاف تسول اسئله وجوديه، كتعيش كتخدم وكتبني واحد المعنى صغير كل نهار. يمكن بلا ما تحس هي الاقرب لفكره كامو. مستر بينات باتر ممثل بحال بولتشاك ولكن العكس ديالو تماما، دايما متفائل، دايما فرحان، كيبان سعيد دايما، ولكن هاد السعاده ماشي بالضروره براءه، يمكن هي الطريقه ديالو باش يواجه العبث. فبلاصه ما يوقف ويسول علاش كيختار يعيش، يتحرك ويضحك، وكأن النشاط ديالو المستمر هو الجواب ديالو على الفراغ. وحتى منين كيتواجه بالحقيقه وكيبدا يسول كيرجع مره اخرى لهاد السعاده الزائده، ولكن ماشي حيتاش ما فاهمش السؤال، ولكن يمكن حيت هذه هي الطريقه ديالو باش يقاومه. The universe is a cruel, uncaring void. The key to being happy isn't to search for meaning, it's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead. إذا كنلاحظوا أن كلهم كيعيشوا نفس العبث اللي هضر عليه كاميو، ولكن بردود فعل مختلفة. ومن هذا الشيء كامل نقدروا نقولوا أن يمكن المشكل ماشي في أن الحياة ما فيهاش معنى، ولكن في أننا كنحتاج يكون عندها معنى واحد، حيت العقل ديالنا ما كيقبلش الفراغ، خاصو دايما تفسير، شي هدف، شي سبب، ولكن يمكن الحياة ما فيها حتى حاجة من هذا الشيء. وهنا كنوقفوا قدام واحد السؤال أكبر، إلا ما كان حتى معنى جاهز، واش كاين شي قواعد محددة من قبل كيفاش خاصنا نعيشوا، ولا كلشي غير اختيارات؟ وهنا بالضبط كيبان واحد التوجه آخر ديال جون بول سارتر اللي قال إلا ما كان حتى معنى راه حنا اللي خاصنا نخلقوه. ولكن واش هاد الشيء كيعطي الانسان حريه ولا واحد العيب ثقيل بزاف عليه؟ هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في الحلقه الجايه.